اللي في الصورة دي اسمها رؤية، عاشت 6 سنين في هدوء تام جدا في بيت بسيط وحياة مستقرة جدا، وجوزها بيحبها أكتر من نفسه. بس يوم واحد الدنيا اتقلبت كلها، اليوم اللي القرية كلها سمته بعد كده بالليلة الغبرة. تعال أقولك إيه الحكاية. والليلة دي جمعت 3 أشخاص، رؤية وجوزها نادي وواحد تاني اسمه عبد الله. 3 كل واحد فيهم عاش نفس اليوم، بس كل واحد حكى حكاية مختلفة عن التاني. تعالى نبدأ من الأول علشان نعرف اللي حصل معاهم. في المنيا في سنة 2004 نادي كان شاب عنده 19 سنة، تعليم متوسط، وقرر يسافر ليبيا علشان يشتغل. عاش هناك سنين كتير وجمع فلوس ونجح. وفي نفس القرية كان في بنت اسمها رؤية بيحبها من وهو صغير، وهي كمان كانت بتحبه، وكان بيقول ان هو اول لما يرجع ومعاه قرشين هيتجوزها على طول. وفعلا في 2008 رجع وخطبها وكتب كتابه عليها واتجوزوا، وبنى بيت صغير على قطعة أرض جنب بيت أهلها، وحبهم كان معروف والناس كلها شايفاه. ونادي رجع ليبيا بعد الجواز، وكان بيبعت لها فلوسها كل شهر، وهي كانت قاعدة في بيتها راضية ومبسوطة. وبعد فترة حملت منه، وبسرعة بلغت نادي وهو في ليبيا، وطار من الفرحة وقال لها من كتر الفرحة ان هو هيستقر في مصر خلاص. لكن للأسف بعد كام يوم بلغته ان الحمل سقط، ونادي ساعتها نزل بسرعة علشان يطمن عليها ويقف جنبها، وكان فعلا مخلص جدا ليها. وبعد ما اطمن عليها رجع تاني ليبيا علشان يصفي شغله وينزل مصر. بس الأحداث السياسية في سنة 2011 خلته يرجع تاني غصب عنه بسرعة، ومن يومها قرر يعيش معاها ويبتدي تجارته الخاصة، واشتغل في الأدوات المنزلية ونجح بسرعة رهيبة جدا، وكانت حياتهم مستقرة جدا لحد ما ربنا رزقهم ببنت، وبنته كانت دنيته كلها. لكن النجاح جاب معاه حقد ناس كتير حواليه، ومنهم واحد اسمه عبد الله. وعبد الله ده شاب في نفس سنه وفي نفس درجة المؤهل بتاعه، وشغال في سوبر ماركت، وللأسف كان دايما بيبص لنادي بنظرة غيرة، والغيرة دي كانت بداية شرارة الليلة الغبرة. وفي يوم في 2014 الساعة 7 الصبح نادي فطر هو ورؤية وبنته ونزل شغله كالعادة، وبعدها بساعة رؤية خرجت توصل بنتها الحضانة، ورجعت البيت حوالي الساعة 1 الظهر علشان تنظف البيت وتروقه وتحضر الغدا. ونادي افتكر ان هو نسى بطاقته في البيت، فقرر يرجع ياخدها. واول لما فتح باب الشقة ودخل البيت سمع صوت فوق، ولقى رؤية نازلة بتجري عليه بسرعة ووشها كله خوف. طلع بسرعة يشوف في ايه فوق. اول لما دخل اوضة نومه لقى عبد الله قاعد على سريره، ونادي هنا ما فكرش غير ان هو يجري على المطبخ وجاب السكينة وطعن عبد الله 4 طعنات مميتة. وعبد الله ساعتها وقع على الارض، والناس اتجمعت على صريخ رؤية. وبعد لحظات رؤية اختفت. وبعد ما عبد الله اتقبض عليه وهو في القسم، المحقق سأله قول يا نادي ايه اللي حصل بالظبط. نادي قال في التحقيق وهو متوتر رجعت بيتنا الساعة 1:30، سمعت صوت فوق وطلعت اشوف فيه ايه، لقيت عبد الله في اوضه نومي، ما استحملتش المنظر، مسكت سكينه وضربته. وهنا نادي اتسأل رؤية راحت فين، وهنا التوتر زاد على نادي وقال لهم قالت لي انها رايحه عند قرايبها في القاهره. وهنا المحقق واجهه بان عبد الله لسه عايش وان رؤية مختفيه. ساعتها وشه اتغير وقال بصوت واطي هي رجعت بالليل وقابلتها وحاولت اتكلم معاها، لكن الدم ضرب في دماغي وخنقتها ودفنتها في المقابر جنب ابني اللي مات. وهنا الضابط وقف مذهول جدا من اللي حصل واخد اذن نيابة وطلع بسرعة على المقابر. الساعة كانت 11 بالليل، رجال الشرطة فتحوا المقبرة وفجأة لقوا رؤية عايشة، وشها كله اصفر وبتنهج وبتبص لهم بخوف، وكانت قاعدة جنب ضريح ابنها وبتهمس بكل خوف طلعوني، هو اللي قفل عليا الباب. اللحظة دي نفسها خلت الضباط يتجمدوا من الرعب، بس رؤية كانت لسه عايشة وعندها كلام كتير لازم تقوله. وعبد الله ساعة لما اتحقق معاه وواجهوه بالمعلومات، عبد الله رد بكل ثقة انا اصلا ما كنتش جوه بيت نادي، الخناقة حصلت بره في الشارع قدام الناس كلها، ونادي جاب نفسه شتمني وضربني وانا هنا دافعت عن نفسي. وهنا رجال الشرطة قالت لعبد الله ان في ناس شافته
جوه البيت، ورد عبد الله عليهم ان كل ده كذب ما حصلش، ونادي بيغير مني جدا ودايما بيتخانق معايا على الفاضي. وهنا الطعنات اللي ضربها نادي لعبد الله كانت سطحيه جدا، وده خلى رجال الامن انهم يشكوا في كلامه. ورؤية هنا دخلت التحقيق وهي منهاره وقالت انا كنت في البيت بعد ما وديت بنتي الحضانه، وافتكرت اني محتاجه اشتري حاجه من السوبر ماركت، ونزلت من البيت بسرعه اشتريتها ورجعت، واول لما دخلت لقيت عبد الله جوه وقال لي كلام غريب، وقال لي انه هيعتدي عليا علشان ينتقم من نادي اللي دايما بيهينه قدام الناس. ودموعها كانت نازله وهي بتكمل، شدني وحاول يجرني على اوضه النوم وانا كنت مرعوبه جدا، وفجاه سمعت باب البيت بيتفتح وسمعت صوت نادي، وساعتها جريت عليه وانا بعيط، خبطت فيه وجريت بسرعه على الشارع وانا بصرخ. بس لما شاف عبد الله فوق طلع بسرعة جاب سكينة وضربه. وهنا رجال الأمن سألوها ليه ما صرختيش من الأول لما شفتي عبد الله في البيت، وقالت انا ما كنتش عارفه اعمل اي حاجه من كتر الخوف. وكملت كلامها انها هربت علشان نادي ما يقتلهاش، وكنت رايحه لاهلي في القاهره، بس وانا في السكه قرايبي كلموني وقالوا ان عبد الله لسه عايش، وساعتها رجعت علشان اكلم نادي واشرح له كل اللي حصل. واتقابلنا في مكان عام، هو اول لما شافني خنقني بايده وفقدت الوعي، وعملت نفسي ميته وهو صدق وشالني للمقابر وحطني جنب ابني وقفل الباب عليا. والمحقق هنا سألها وبعدين، وكملت وهي منهارة وقالت قعدت ساعتين بدعي ربنا ان حد يسمعني لحد ما لقيتكم بتفتحوا الباب عليا. وبعد ما التحقيقات خلصت التلاتة خرجوا من القسم، والكل بيسأل سؤال واحد، مين فيهم قال الحقيقة؟ هل عبد الله فعلا كان بيعتدي على رؤية، ولا نادي فعلا غلط وشك في رؤية، ولا رؤية خافية حاجة ما حدش يعرفها غير ربنا؟ كل اللي اتأكدوا منه ان الليلة دي فعلا كانت غبرة على الكل، ليلة قلبت حياة التلاتة 180 درجة، وخلت كل واحد فيهم يطلع منها انسان تاني. محدش في البلد لحد النهاردة عارف الحقيقة فين. بس انت بعد ما سمعت القصة شايف مين اللي قال الصح، نادي ولا عبد الله ولا رؤية؟ سيب رأيك تحت في التعليقات، لان الليلة الغبرة لسه غبرة لحد النهاردة. وبكده وصلنا لنهاية حلقتنا، اشوفكم في الحلقة الجاية.